يعني أنت اليوم لو تمسك ضفة تروح تعمل سكراتش براس 90% من المسلمين، أنا ما أعرف النسبة قد يكون، بس أنا أدري النسبة عالية جدا، راح تلاقي داعش صغير في راس كل واحد. داعش هي مثل، داعش هي الأمل، داعش هي الخلاص. لمن هو لا يتحدث عن العالم العربي، هو يتحدث عن المجتمع الأمريكي. حتى الأمريكان نفس الشيء، المسلم اللي موجود في أمريكا لا يختلف عن المسلم اللي موجود في باكستان أو في أندونيسيا أو في الكويت أو في السعودية، نفس جميع المسلمين. وأنا عشت معاهم ومارسنا حياتنا معاهم وأكلنا معاهم، موجودين نفس الأفكار لا يتغير. الاختلافات اللي بينهم جدا جدا بسيطة، لأن اللغة القرآنية تجمعهم، الفكر القرآني يجمعهم. فهذه مسألة داعش موجودة في أمريكا أو موجودة في داخل دولنا هي وحدة. فداعش هو شراب اللي نشربه، الأكل اللي ناكله، التصرف اللي نتصرفه، حياتنا كلها هي حقيقة تمثلها الدولة الإسلامية. والدليل على ذلك أن جميع المؤسسات الدينية لم تكفر داعش أو تطلب قتلهم، هي تحتج على تصرفاتهم، تحتج على العنف الذي يصدر. ننظر إلى مناهجنا في 30 سنة اللي فاتت كلها تصب في خلق داعش. انظر إلى ما يقال في مساجدنا تصب في خلق داعش. انظر إلى وسائل إعلامنا وجدها تصب. بما أني أنا غطيتها بشعار ديني أو لحفتها بلحاف شرعي، إن أنا يجوز لي أن أقتل مئات آلاف الهنود عشان أفتح أنا بلاد الهند والسند أو إسبانيا. يعني هذه الدول لم تخضع لنا لأن إحنا لطيفين وشعرنا أسود وعيوننا سود وهم شذر وعيونهم خضر. هم اضطروا ورضخوا لنا لأن عملنا فيهم السيف. فكل جهة لها جرائمها، فما نقدر اليوم نجي نتفلسف ونقول والله جرائم الإنجليز. أنا متأكد وكتبت أكثر من مرة، لو عند الشعب الفلسطيني، وأنا مناصر قوي للشعب الفلسطيني، لو عند الشعب الفلسطيني قنبلة نووية لرماها على إسرائيل وخلصنا منها من جد. داعش الآن صارت لأن الإعلام عليها، لأن صار عندنا غرب متقدم وعايش برفاهية، فما يبي يتأثر ولا يبي أحد يأثر على راحته. صار في تلفزيونات، صار في إعلام واسع، سلط الضوء على داعش، صارت داعش كأنها حاجة غريبة. بس احنا دائما عندنا داعش، لأن مثل ما عندنا مذاهب متعددة في الإسلام، مفروض وسمح بها، مفروض يكون في ناس خارجين على هذا، لأن التفسير كل واحد عنده تأويله وكل واحد عنده تفسيره. فهذا التفسير، يعني الحركات اللي صارت في مصر، التكفير والهجرة، ما هي التكفير والهجرة؟ هي داعش مصغر على مستوى دولة، أن إحنا نترك البلد ونطلع برا ونغتال ونقتل السواح ونقتل كذا، نبي نحط الحكم الإسلامي أو بنفرض الحكم الإسلامي. أمريكا أكثر دولة متقدمة وأكثر دولة متدينة لا يدرس الدين. في ساندي سكولز 80-90% من المدارس عندهم ساندي سكول. تبي تعلم ابنك الدين، اهتم فيه بالبيت وابعثه للساندي سكول أو مدارس الجمعة نسميها، يتعلم الدين. يا أخي الدين في اليابان بسيط. ممنوع تدريس الدين، ولكن يدرسون مادة الأخلاق، مادة رئيسية. أخلاق. كل دول العالم المتقدم يدرس الأخلاق، لأن إحنا لازم لو نقرأ المعطيات اللي عندنا في هذه الكتب تلاقيها معطيات خطيرة، يعني توصلك لنتائج إن إحنا أحسن الخلق، إحنا أشرف ناس، طريقة حياتنا هي الأنظف، الطهارة عندنا، النجاسة عند غيرنا. هذا لا تأكل أكله، لا تلبس لباسه. حتى لو مريت تحت مكيف الكوندنسيشن، هاي التقطير، الماء لغط عليك وانت رايح المسجد، اسأل منو ساكن هالبيت. إذا كتابي أو غير مسلم توضأ مرة ثانية. فإحنا أكلنا الأفضل، لباسنا الأفضل، طريقة معيشتنا الأفضل، تفكيرنا أفضل، دراستنا أفضل، مواد، ووصلنا لهالنتيجة البائسة. لازم نعيد النظر، لازم نعيد النظر في هذا الموضوع. عندك شك ان احنا الافضل؟ ما اعتقد ان احنا الافضل الا في اشياء هي السيئة.